والآن مع دقائق قليلة من الشعر من وحي العمل المسرحي والباحث العروضي الشاعر محمود يونس، فليتفضل. مساء الخير عليكم جميعا. رحمة الله الفنان محمد رمضان، واسمحوا لي اقول قصيدة من وحي المسرحية. من منكم يأتيني طيفك كل مساء، تجمعنا طاولة النرد وصقيع البرد، نتسكع في الطرقات، يجمعنا السرد وحكايات الليل وسهراية عشق، أتغطى بمعطف حلمي، أتوارى في حلم الموت الأسود، أتجود وأرتل بعضا من آيات القرآن. يا سيدتي، ما زال الشوق يدقدق بين ثنايا الحلم وقارعتي، يترنح من كركرة البطن، يشتاق رغيفا لا يحتاج النرد الآن. يا سيدتي، ما زال الصبح يطاردنا، يبحث عن بنيان وأمان، يبحث عن بيتي، عن نفسي، عن جان، كي يأتيني بكسرة خبز ويعيد العمر الهارب من أزمان. ذاك الحلم المتخفي في حلم وردي، الميت في ثوب الحي، أتمسرح بين الجان في عالم وجهان. تعجبني أدوار النسوان، وطبيبة تبحث في جثث الموتى وضحايا الشيطان. ويموت الشيطان، لكن لم يقتله الشيخ القابع بين الجمهور، في زهو وحبور في عتمات المسرح أحيانا، والنور والصمت قبور. ينطلق الشيخ يثور، يبحث عن عدل بين الأجناس، في زمن ضاعت فيه حقوق الصادق والمخلص والناس، في زمن الوسواس الخناس، في زمن أصبح بالألوان. عبد الهادي إنسي محبوب، لا ينساق وراء الشيطان، وبريء من إغواء الجان، لم يقتل رمضان. عبد الهادي يقوتي مثلي، من منكم يأتيني بإنس آخر، بإنس آخر يتلبس ثوب الشيطان، يقنعني بزعيم للجان كي أنسى رمضان. من منكم يأتيني بعصاي كي أتوكأ، كي تحمل همي، كي تأتي بمعجزة، كي تأتي بمائدة من أمي، كي تصبح ثعبان. من منكم يرجعني إنسان، وأنا ما زلت أنقب عن أي فتاة، وأركب أجنحة للتحليق. من منكم أصبح ملكا للجان، لبس التاج يجعلني صديق. من منكم ريق وبريق ورفيق، يأتيني بأدوية وعلاج، يأتيني بزيت ودقيق، يرسم فوق رغيف دجاج. لم أطلب فاكهة أو رمان أو لبنا لم يتغير طعمه. من يوقف كركرة البطن الجوعة وصداع الرأس والهزلان. من منكم ينقذني من بحر عميق والكل غريق. يا خلان، كيف سيمضي العمر الباقي الآن والكل جبان. من منكم يقنع عبد الهادي كي أبحث معه عن أمسية تنسينا هم الجوع وهم الحزن وهم الخذلان، عن ليل
يؤوينا عن كثرة خبز عن مائدة للرحمن، عن مائدة للرحمن.